في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض أدوات واختراعات بتكسر كل القواعد وبتدفع حدود الإبداع البشري لأبعد مدى. حاجات مش بس هتسهل حياتك، دي هتخليك تقول هو في كده؟ استعدوا معايا النهاردة لجرعة مكثفة من الدهشة والإلهام، ويلا بينا نشوف ونتفرج على الأدوات دي سوا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. عايز تقص شجرة صغيرة؟ مفيش أسهل من كده. الأداة دي هتشتغل بدالك وتنجز المهمة في ثواني معدودة. المنفخ ده لازم يكون عندك، لأنك ممكن تنفخ بيه أي حاجة بدون أي مجهود. المعلقة دي مش معلقة عادية، دي بتخليك تضيف التوابل بطريقة أسرع وبكل دقة، وكل جرام محسوب. لو ما عندكش بربع جنيه ثقة في اخواتك، يبقى انت محتاج الصندوق ده. اي حد عنده جنينة قدام بيته هيحتاج الأداة دي، لأنها بتوفر الوقت والمجهود بطريقة مش طبيعية. والأداة دي كمان هتنفع الجماعة الصنايعية جدا. بصراحة مفيش أسهل من كده، ودي ممكن تقطع بيها أي حاجة مش البيتزا بس. مجموعة الأدوات دي هتخلي المطبخ في حتة تانية تماما. والأداة دي كمان هتخلي مستوى الرفاهية والراحة هم رقم واحد. عايز الأرفف بتاعتك منورة؟ الحل هنا، حتى أعمق الرفوف هتكون مضاءة بالكامل. ومع الأداة دي هتقدر تنظف أي حتة مهما كانت مستخبية. الأداة دي هتوفر وقت السباكين لدرجة خيالية. لو انت من عشاق التخييم، يبقى لازم يكون عندك الجهاز ده. بوتاجازك هيبقى معاك في أي حتة. الأداة دي هتوفر عليك مجهود كبير جدا في تنظيف ممرات الجنينة بتاعتك، وهتشيل الأوساخ والأتربة بكل سهولة، وهتخلي الممرات نظيفة ومترتبة بدون تعب. تركيب العفش بقى أسهل كتير. الأداة دي هتساعدك كأن معاك مساعد خفي، بتمسك الحاجة في مكانها بكل سهولة. أي صنايعي شاطر لازم تكون الأداة دي في الشنطة بتاعته، عشان بتخليه جاهز لأي مهمة. منشار خشب صغير بس بصراحة يحير، هيخلي أي عملية تقطيع نظيفة ودقيقة من غير أي مجهود. المراتب القابلة للنفخ خلاص بقت موضة قديمة، وبقى عندنا دلوقتي سرير كامل قابل للطي، صغير وسهل التخزين وكمان عملي أكتر بكتير. لو بتخاف من الحشرات، الجهاز العبقري ده هيخلصك منها بسهولة، وكمان بطريقة إنسانية، تقدر تمسكها وتخرجها بره من غير أي ضرر.
الموضوع مش محتاج أي كلام، اتفرج على العظمة اللي بتحصل. السوستة علقت، ولا يهمك، الجهاز الصغير ده هيحل المشكلة في ثواني، وكمان تقدر تحطه في جيبك عشان يكون جاهز لإنقاذك في أي وقت وفي أي مكان. ده متر شغال بالليزر، وده لوحده اختراع. ده مش بس متر، ده بيجمع كذا وظيفة في أداة واحدة، وبيخلي كل عملية قياس متعة في حد ذاتها. ما تقولش تاني انك مش بتعرف تطلع الشجر، كل اللي انت محتاجه هو الأداة الصح، ودي هتخليك تتسلق بسهولة وأمان وكفاءة. بتدور على أداة مثالية للعناية بعربيتك؟ ما تدورش كتير، الأداة دي هتخلي الصيانة أسهل من أي وقت فات، وتقدر تحافظ على عربيتك في أحسن حال بكل سهولة. مين كان يتخيل إن الزراعة ممكن تكون بالسهولة دي؟ مع الأداة دي هتقدر تعصر الليمون لحد آخر نقطة. هل كنت تتخيل في يوم إنك ممكن تتعامل مع الخشب بالاحترافية دي؟ بالشكل ده عمر الحبل ما هينقطع ولا يجراله أي حاجة. بلمسة سحرية الكاوتش بتاعك هيرجع جديد مرة تانية. بالطريقة السرية دي دلوقتي ممكن تحرك أي حاجة تقيلة من غير أي مجهود. لو لسه بتعاني من تشابك السيور ولا يهمك، الجهاز ده هيحلها بكل سهولة، والكلاب هتفضل هادية وأعصابك كمان. مين كان يصدق إنك تقدر تركب ستاير الرول من غير أي مسامير ولا أدوات؟ وداعا لصوت البيبان اللي بتخبط بسبب الهواء. مع الإضافة دي هتستمتع بنسمة هواء من غير صوت أو أي مشاكل. الأداة دي اللي هتخليك مبدع في أي شغلانة بتعملها، وهتكون جزء أساسي في كل مهمة، وهتخلي شغلك أسهل وأسرع. ودي هتخليك تنظف بلاط الحمام بكل سلاسة وحرفية. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.